ازاي تحط نفسك في دايره في فيديوهات الشرح على افتر افكتس. هنحدد لاير الفيديو بتاعنا وهنضغط على الريكتانجل تول مطول ونختار اليبس تول ونروح نرسم ماسك على الشاشه بتاعتنا واحنا ضاغطين شيفت علشان الدايره تطلع منتظمه. هنروح نحدد السلكشن تول ونمسك الماسك بتاعنا من اي نقطه من الاربعه ونظبطه على الوش بالظبط. هتلاقي عمل لك تحت اللاير بتاعنا ماسك. هنضغط على السهم اللي جنبه علشان نفتح اعداداته. اللي تلزمنا هي خاصيه ماسك اكسبانشن. هنفعل لها كي فريم ونزق الكي فريم ده قدام لان دي النتيجه اللي عايزين نوصل لها، ونرجع ونزود قيمه الماسك اكسبانشن لحد ما نملى الشاشه تاني. يلا نشغل ونشوف. تمام كده. انا بس هبعد الكي فريم ده شويه علشان اطول مده الانيميشن. هنحدد الاثنين كي فريم ونضغط اف 9 ونفتح الجراف ونحدد النقطه اللي على اليمين نسحبها شمال. لو شغلناها هتلاقي الانيميشن بقى انعم بكتير. هنقفل الجراف ونقف بالست اي عند الكي فريم الثاني، نتاكد ان احنا محددين اللاير ونضغط بيه شيفت اس من الكيبورد علشان نفتح اعدادات البوزيشن والسكيل. وهنعمل كي فريم عند البوزيشن والسكيل ونتحرك بالست اي مده اللي احنا محتاجينها للانيميشن الثاني، ونرجع نظبط البوزيشن والسكيل على حسب احنا عايزين نحط الفيديو بتاعنا فين. انا مثلا هخليها على الشمال كده علشان لو في شرح معين ما يشوش عليه. هنحدد الاربعه كي فريم ونضغط اف 9 ونفتح الجراف ونحدد النقطه اللي على اليمين دي ونسحبها شمال. يلا نشغل ونشوف. علشان نعكس الانيميشن ده كله ونخلي الفيديو يرجع مكانه تاني، هتحدد اللاير بتاعك وتضغط يو علشان يظهر لك كل الكي فريمز اللي انت عاملها. هتلاقي اول كي فريمين بتوع الماسك والكي فريمز بتوع البوزيشن والسكيل. هنحرك السي تي اي في المكان اللي عايزين نبدا نعكس الانيميشن منه، وهناخد اخر 2 كي فريمز كنترول سي كنترول في، وهنحرك السي تي اي شويه تاني، وبعد كده ناخد الكي فريمز اللي في النص كنترول سي كنترول في، ونتحرك بالسي تي اي كمان شويه وناخد اول كي فريم كنترول سي كنترول في. كده يبقى عكسنا الحركه كلها. شغل بقى ونشوف النتيجه النهائيه.